المغرب ومصر والجزائر يقعد ديربي. وقت نقولوا ديربي ما يخضعش الحكم مسبق، حتى ولو فما الفوارق، حتى ولو فما الامكانيات المتفاوته، هنا يقعد ديما ماتش ديربي. انا حكيت لك على المغرب مثلا، وناخذ لك مثلا تونس كما قلت انت على دوره كامله صاحبي، على 3 مباريات في الدور الاول، وبعد تدخل ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي. صالح مدام حلينا نافذة على المنتخبات، خلينا نمشي ونحكيو على المنتخب الأول. نصور كرتاج يتأهلون للمرة 16 على التوالي لنهائيات كأس أفريقيا، وهذه المرة النسخة القادمة باش تكون كان الكوت ديفوار. كيف شفت مباراة البارح وهذا الاستحقاق الرياضي للمنتخب ماجري الأمراض وماجري العيوب اللي تحيط بكرة القدم التونسية وماجري ما يحصل في كواليس هذا المنتخب؟ صاحبي خلينا نقول حاجة، راهو الترشح للأدوار النهائية لكأس أفريقيا راهو ماهيش موش إنجاز، راهو باش نبداو واضحين. كرة قدم التونسية نتاعنا واللي نحكيو عليها وشكوننا عادي جدا في المجموعة اللي موجودة. كارثة إذا كان ما ترشحش. أنت راهو عادي كي نترشح، مش عادي، غاديك من العادي. احنا ولينا نحكيو على المونديال، كان نسيت نذكر، ولينا نقولوا على المونديال عادي ب5 من، ولينا نقول فما بالك بكاس افريقيا. دونك تعرف انا بالنسبه لي انا البرفورمانس نبداو نحكيو على نتيجه كان من الكاريداس من نصف النهائي نبدا نحكي معك. لا انا ما نحكيش معاك، اذا تحب انت عندك منتخب تمشي تجيب كاس افريقيا. شو انا نحكي معك صالح رايك، هذا رايي. لا نحترم رايك. افريقيا ما تحكيش معايا. شو انا نحترم رايك. شو عندك المليارات ندبيهم انا حتى انت في الكاس، نوفر ممهدات النجاح، نجيب مدرب كبير، عندك الملاعبيه تبارك الله يسوقوا دلال داخلين خارجين، المنتخب يلزم يجيب لقب. لا صاحبي ايش نقول لك، نكونوا واقعيين. ما عندكش الماده الخام الكافيه. نبداو مش مساله امكانيات، شنو باش نجريو ملاعبين نصوم ما تجي. توا كان تفرجت مدرب المنتخب المغربي الراقراقي بعد مباراه البرازيل في الندوه الصحفيه يحكي من جمله ما حكى وجهوا له سؤال، قال انا توا مطالب، شو الناس قال بالليفكتيف اللي عندي معناتها بالجمعيه وبالشيء اللي عملناه والبارتيسيباسيون تاعنا في المونديال ومباراتنا اليوم، قال انا مطالب باش نفوز بكاس افريقيا. هو خذاه على عاتقه خاطر ما يا سيد انت راك وصلت الرابع في العالم وعملت طرح كبير والبلد العربي الوحيد يربح البرازيل. خويا عندهم الحق الناس باش تطالبك. قال جاء وقت باش نضيفوا النجمه الثانيه لماريونا. هكا شوف معناتها انترونور انت صعبه، ما بصراحه لازمنا نقولوا ما عندكش الامكانيات البشريه، خاصه ما نقولوش المعايير الماديه نجموا نجدوها ونخلقوها، اما الامكانيات البشريه يا عندك يا ما عندكش. الكره الملاعبيه اللي عندك توا في تونس ما تنجمش تطمح، تنجم كره ذيك، اما بالواقع بالتيران فما جمعيات مش تنجمش تقارع على المنتخب السنغالي، ما تنجمش تقارع على المنتخب المغربي، ما تنجمش تقارع على المنتخب الجزائري. هذه صراحه نقولوا اي معناها تاهلنا ونروح احنا هذا المصير. لا ما تنجمش صاحبي، نكونوا واقعيين. اللي باش يقول لك راني ماشي نلعب، نقول لك كي نمشيو للكاري داس تتسمى بيرفورمانس. بالنسبه لي انا نرى عندنا مجموعه لو كانت تتوفر النيه الطيبه وتتوفر لونترونور الكبير والاختيارات العاده، المنتخب التونسي الحالي بنسخته الحاليه بشويه روسيك قادر باش يظفر بكاس افريقيا في نسخه الكوت ديفوار. رايك ونحترمه. كل شيء ممكن في الكوره، خاطر الدورات هذوما اللي تمشي بعد مجموعه من بعد تولي اليميناسيون ديريكت سور ان ماتش سور 90 مينوت، كل شيء ممكن. احنا راهو والحلم يبدا شوي بشوي يبدا يكبر. اما انا من الناس الواقعي برشا في الكوره، ديما نخزر بالواقع، نشوف ايش عندي. ما يا صاحبي ما تنجمش انت توا تجي تقول لي راني ماشي باش نربح البرازيل غدا في الكارت فينال، ما تنجمش تحلم تستخايل ممكن في الكوره، اما بالواقع الملموس حتى كانت تصير ما نجموش نعاودوها اكسيدا. عكسهم هما كانوا ينجموا يربحونا ويعاودوا يربحونا خاطر فما فوارق كبيره صاحبي. واضح. ايش بقالك في الذاكره من مباراه البارح اللي تم استقبال فيها نصور كرتاج بقوارير المياه المعدنيه؟ صاحبي احنا كنا خايفين من الاداء ومن النتيجه. البارح المنتخب كان حاضر، خاصه
ذهنيا كان متهيأ، عارف اللي المباراة باش تكون صعيبة، عارف اللي المنتخب الليبي باش يضغط جماهيره، باش تضغط حتى مش من باب الترشح، لا من باب رد الاعتبار للكرة الليبية، لأنه مباراة الذهاب اللي تلعبت في تونس نهار الجمعة اللي فاتت في رادس و3 أهداف ل0 كانت كاسحة وكانت ترزينة على المنتخب الليبي. حسينا فما الرغبة، أما حتى بالرغبة وبالإرادة نتاع الملاعبية نتاع المنتخب الليبي شفنا اللي المنتخب الليبي بعيد بصراحة باش ينجم يفوز على المنتخب التونسي. المنتخب التونسي سجل في وقت مبكر، خلى زاد أربك المنتخب الليبي، حتى كان عنده الخطة متاعه كما يقولوها تحت في الماء، خرج المنتخب الليبي من التركيز متاعه. ما شفناش فرص كبيرة. الفرص الكبيرة خلقها المنتخب التونسي. المنتخب التونسي قعد يلعب رايض، يلعب كالم. الملاعبية عارفين الأدوار نتاعهم باش يقوموا بها. قلت لي على الحركة متاع الجماهير الليبية، ربما كانت موجهة أكثر للملاعبية الليبية من الملاعبية تاع تونس، لأنه الغضب كان على ملاعبيتهم. صحيح ضربوا الحارس المنتخب بالقوارير متاع المياه، الحمد لله جات قوارير مياه ما جاتش حاجة أخرى. وهنا صاحبي الملعب المولوغاسيون الببليك قريب برشا من التيران، قريب ياسر، وراو في الحالات هذه ينجموا يصيروا لحد الأحداث. وهنا ما نعرفش المولوغاسيون متاع الكاف كيفاش صارت، خاطر بصراحة في الكاف وفي الملاعب افريقيا مازلنا ماناش مهيئين باش الكاف تخزل الوجوه تفرق في اللحم. هي توا انت بس شويه، توا انت لهنا ملعب المستير صالح بوغوس ومزيان تون عملوه معامله خاصه شويه. ملعب المستير ملعب المستير ما تعطيهش لومولوغاسيون علاش؟ على خاطر وبعيد ابعد من استاد البارح، ابعد وفيه متوفره فيه سيكوريتي الكل. النيجر حرمتها شو بون هذا موضوع اخر، ماكينه اخرى. حكيت على المنتخب سي صالح الثابتي. المنتخب صحيح كي نمشيو بحول الله وتاهلنا بصفه رسميه والحمد لله، كي تمشي للرسميات باش تلقى منتخبات كبيره كما قلت انت. صحيح باش تلقى كوت ديفوار بلد منظم، باش تلقى الجزائر، باش تلقى الكاميرون، السنغال، المغرب، لكن احنا زاد التونسي كمنتخب نحكي كمجموعه معروفين تكتيكمون قويين، معروفين بالخبث نتاعنا. على ماتش نجموا نعدوا روحنا، نجموا نربحوا المغرب، بوركوا با على ماتش نجم تربح المغرب، على ماتش نجم تربح السنغال، على تورنوا كبيره وقتها هما باش تخرج المغرب ومصر والجزائر يقعد ديربي. وقت نقولوا ديربي ما يخضعش الحكم مسبق، حتى ولو فما الفوارق، حتى ولو فما الامكانيات المتفاوته، هنا يقعد ديما ماتش ديربي. انا حكيت لك على المغرب مثلا، وناخذ لك مثلا تونس كما قلت انت على دوره كامله صاحبي، على 3 مباريات في الدور الاول، وبعد تدخل ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي، معناتها نفس طويل. فما 6 مباريات باش تنجم تفوز بالكاس. وهنا يتطلب منك افكتيف كبير، ويتطلب منك طاقه كبيره، ويطلب منك امكانيات نتاع ملاعبيه فرديه، امكانيات كبيره. عندنا حاله نستشهدوا بها، فما نهائيات كاس افريقيا اللي فاتت المنتخب الجزائري، تذكروا ليه المنتخب الجزائري مع يوسف المساكن، نتذكر انا مش اللي فات. لا عنده تراكم دافري مع سامي طرابلسي وقتها جوكروا، مع سامي طرابلسي اقوى من المنتخب الجزائري وربحناه. يعني على ماتش نجموا. ماني قلت لك في الدربي سميتك الفرق صاحبي، مصر، الجزائر، ليبيا، المغرب، هذوما دربي تسمى. دونك في الدربي ما يخضعش الاحكام مسبقه. نحكي لك على دوره راهو مش كما تواجه المنتخب المغربي كما تواجه المنتخب السنغالي، مش نفس الطريقه نتاع اللعب. دونك زوز متباين، معناتها دو ستيل توتا في ديفيرون. دونك هنا باش تحكي على نيجيريا صاحبي، مش الكاميرون، معناتها فوتبول واحد اخر. تجي لهنا لافريك دو نور تولي نوع اخر. انت باش تمشي تواجه الناس هذوما الكل، اسكو عندك من خاصه الامكانيات البشريه؟ اسكو بون صحيح تكتيكمون التوانسه معروفين تكتيكمون قويين، اما زاد شكون صاحبي تعرف كيفاش تبدا تكتيكمون قويين؟ لازم عندك يكونوا ملاعبيه تكتيكمون قويين زاد، خاطر مش اللي يجي ملاعب باش يكون لك تكتيك. فما لاعب تلقاه تكنيكمون قوي، فما لاعب تكتيكمون قوي، فما لاعب تلقاه فيزيكمون قوي.